رجال الجود واهل المعرفة، اهل الفعول الطيبة والفعايل، رجال تتواجد بوقت الطارفة، لثارة الهيجة بظهر الاصايل، وصفنا بنيان ما حد يهدفه، مدام قومي صانعين المراجل، عز الله ان اصحابنا متكاتفة، واحنا كبار القوم رزح القبايل. يقول ابوها كان حرفي يوصفه، لسان وافي للمروءة حامل، هذا ابو يحيى بوقت العاصفة، يشد ظهري والفعايل دلايل، وقاف شعري ما اظن باين صفاه، هذا صهيري باي فوق الطوايل، سعد ومحزن والنشا ما تعرفاه، هذا محمد شخص وافي وجامل، وفي المواقف كلمته هي قاطفة، ما هو موالي للردي ويهامل، يخشى من المولى وما حد يرجفاه، ما دام ربي للمخالق كافل. لا تصحبوا اهل القلوب المرجفاه، ولا تخاوي شخص لما مفاصل، وصيك باقربك بوقت النايفاه، خايل بقومك غيرهم لا تخايل، وانصحك لا تصحب بذيئين الشفاه، ذي يلعنوا كل البشر في التواصل، وديرتك احذر تعاد الناصفاه، رزح جنبك في اشتعال الفتايل، وانصحك باصحاب الفعال المشرفة، اجواد ما فيهم مزايد وخامل، وفي سبيل الله ما حد يوقفاه، يسرها بالجود مقدام هايل، ومنه الاعداء قد هي خايفاه، لا تكلم القاذف ترد القنابل، وقلوبنا لاخواننا متآلفاه، بالحب والتقدير ولا الجمايل، نفهم من المغزى حساب التكلفة، قبل التسرع نحتسب للمعاضل، ما دام والدنيا لا لنذال كاشفاه، نقدر نفرق بين حابل ونابل، القافة عاجز والجمل متزخرفاه، لا الأجود حرفي وقافي مايل، يمدح صهيري السيول الجارفة، ليث الوغاذي في الشدايد صامل، تخزي العدا تسري وما هي آسفاه، كم من مقحقح يا الرجال البواسل، والقافية تسري وهي متكلفة، صاغت قصيدة مصردة في رسايل، صلوا على الطاهر بختم الصاحفة، تخشى محمد في ختم كل زامن، تخشى محمد في ختم كل زامن.